ذكرات الفنان فؤاد فتحي. تقديم ومونتاج وليد حبوش. أهلا بكم ونكمل معكم مذكرات الأستاذ الفنان فؤاد فتحي. يبدأ الفنان فؤاد فتحي هذه الحلقة ويقول: عام 1988 في اليوم الأول لتوقف الحرب بين العراق وإيران حال علينا المدير العام الجديد الأستاذ سعد البزاز. طبعا قبله كان الدكتور ماجد السامرائي كان هو المدير العام، ولكن هاجر إلى خارج العراق. الناس طبعا كلها فرحت لأنه الحرب توقفت بعد 8 سنوات طويلة. بدأ الأستاذ سعد البزاز يتهيأ للمنصب الجديد، وبدأ يلتقي بالفرق اللي ساهمت مساهمة فعالة في الحرب بين العراق وإيران، ووضع برنامج يومي بأنه يقابل المطربين من كلا الجنسين ويشيد بإنجازاتهم للمساهمة الفعلية في الحرب. نشوفه يوميا يقابل مثلا فرقة الريف الشعبية اللي يترأسها الأستاذ الملحن محمد نوشي، ومرة أخرى يقابل فرقة الكورس بالإذاعة والتلفزيون. ما طولها عليكم، وصلنا الخبر بأنه الأستاذ سعد البزاز يريد يقابلنا إحنا فرقة الإنشاد. رحنا جميعا إلى مقابلته باستثناء عارف محسن عضو فرقة الإنشاد والمطرب المعروف، ما حضر ويانا لأنه كان ذاك اليوم متأخر مجال الفرقة، لذلك إحنا كلنا رحنا لمقابلة السيد المدير. على المحبوب ودوني، على المحبوب يا ناس. هنا ملاحظة أن الأستاذ سعد البزاز كان يحب بعض الأصوات بالفرقة، فرقة الإنشاد، ويشخصهم واحد واحد، مثل صوت عارف محسن وصوت عامر توفيق وصوت حسين عوني وحسن الخياط، وأيضا صوت وحيد اللي هو عضو الفرقة كان أيضا، واسمه الحقيقي كاظم سعد خلف، وأخوه أكيد أيضا كان عضو الفرقة علاء سعد خلف، وأخوه الآخر ناظم سعد خلف. وكان أيضا يحب صوتي أني ويشيد بي دائما، ويقول فؤاد فتحي لازم يسافر مصر، هناك راح يشتهر هواية، ولذلك أظهرنا أكثر من مرة في برنامجه اللي كان يعده وتقدم المذيعة زكية العطار، ودائما كان يقول لنا اتكلموا، دافعوا عن أصواتكم، لا تسكتون. يعني كان داعم لبعض أفراد فرقة الإنشاد العراقية ويشجعهم على الغناء الانفرادي المستقل والخصوصية لهم. ماذا لو أمسكت بمعصمك الناحل، ماذا لو أمسكت بمعصمك الناحل. المهم نرجع لمقابلتنا مع المدير العام سعد البزاز عندما شغل منصب المدير العام للإذاعة والتلفزيون. رحنا كلنا، دخلنا عليه، رحب بينا أشد ترحيب، وكانت الطاولة اللي جلسنا عليها كبيرة وطولانية جدا. أنا صرت أمامه مباشرة مقابلة وجها لوجه. اتكلم مع الجميع من شباب وفتيات الفرقة، قال لهم شنو اللي ينقصكم من حاجات مثل ستائر، مراوح، تبريد إلى آخره. المهم اجى دوري بالحديث، قال لي أشو ساكت فؤاد، شنو ما عندك أسئلة تسألها؟ قلت له سلامتك أستاذ وأهنيك بالمنصب الجديد. قال لي أشكرك، نعم بس أريد أسمعك. وبعد سكوت ثواني قلت الحمد لله اللي نجانا من هذه الحرب وشرها، وإن شاء الله ماكو حروب بعد. قال سعد البزاز بعد اليوم أريد ترجع موشحاتكم وأغانيكم الحلوة التراثية مثل ما كانت قبل الحرب. أريد أسمعك على فكرة يا فؤاد، أنت ليش ما تغني؟ شنو اعتزلت الغنى؟ شنو قصتك؟ قلت له أستاذ تدري كانت حرب وانشغلنا بالأناشيد الوطنية، يعني بعد ماكو أغاني عاطفية ولا أي شيء في هذه الفترة. قال لي أنا لاحظت عليك من فترة أنت انشغلت بالبرامج التلفزيونية، بس تعيد برامج، شنو قصتك؟ نسيت أنت مطرب؟ ضحكت قلت له يا أستاذي يا غنى يا فن، أنا محارب أستاذ سعد، أنا محارب والفرقة قدامك كلهم يعرفون، ولذلك لهيت نفسي بإعداد البرامج حتى ألتهي شوية. قال لي أنا متابع على البرامج مالتك حلوة وبيها هدف ومتعة وغناء واستعراضات، هسه ما علينا شو وقت أنت راح تغني؟
شو سكتت؟ بدأوا يتكلمون أعضاء الفرقة كلهم بصوت واحد، قالوا له أستاذ منو يخليه يغني؟ هو محارب من كل مكان. سعد البزاز هنا قال ما صدقنا الحرب انتهت وانتو تقولوا لي محارب؟ شنو قصتك؟ منو اللي حاربك؟ بس قل لي لعداني شنو شغل هنا؟ قالوا له أستاذ طالب القرولي حاربه. قال لهم شنو طالب القرولي جاي هنا شغله يحارب الغير؟ قال لي سعد البزاز اسمع يا فؤاد، أنا هنا الكمبيوتر والإدارة كلها قدامي، تريد أطيره من مكاني هسه قلت له لا أستاذ، أنا مو ضد أي واحد، أنا إنسان مسالم بسيط وأريد شوية ينفسح لي مجال حتى أخذ فرصتي بالغناء لا أكثر ولا أقل. قاطعني فورا وقال مو هذا أنا يمك بعد شكو ممن تخاف. ضحكت وقلت له الله يخليك لنا يا رب، وكملت معقبا للموضوع على كلامه. قلت له أستاذي أنا الآن عندي 100 أغنية هيئتها للإنشاد لفرقة الإنشاد العراقية، أريد أشتغلها لهم، شو تقول؟ قال عظيم، يلا اشتغلها، من تطلع من يمي بلش بيها، وين ما توقف خبرني بالموضوع حتى أكون إلى جانبك. بعد شو تريد؟ ترى أنا وين الحق، لا تقول أنا ما سمعت وما أدري، أنت صوتك حلو ومريح، اشتغل على نفسك أولا والفرقة ثانيا. شو تقول؟ وكمل وقال أريد أنهي موضوع وياك بالذات فؤاد فتحي، تطلع من عندي تروح تشتغل أغاني للفرقة وتغني أنت أيضا. خلص الموضوع. بعدين قال يا جماعة الخير اللي قاعدين قدامي، أنا اليوم وبكل يوم ناقم على 2 من المطربين اللي يغنون هسه، وهذول هم كاظم الساهر وعارف محسن. هذا منو دا يحكي؟ سعد البزاز المدير العام الجديد في ذلك الوقت. الفرقة قالوا له بالإجماع خير إن شاء الله أستاذ، ايش بيهم كاظم وعارف؟ قال أولا عارف محسن من يغني أغنيته زعلان الأسمر ما يقول لي مرحبا يهز براسه وحركات ما تعجبني أبدا، وكاظم الساهر يغني لي على الحية باكر يغني على أبو بريص، وأنا قررت وما راح أتنازل عن قراري أبدا من هاي اللحظة، والآن أمنع دخول كاظم الساهر وعارف محسن للإذاعة والتلفزيون فورا وبدون رجعة. ورفع التليفون وكلم الاستعلامات وأخبرهم بالموضوع، عدم دخول كاظم الساهر وعارف محسن إلى الإذاعة من الآن فصاعدا. تكلمت الفرقة كلها ودافعت عن عارف وكاظم بس بدون فايدة. كان الرد من الاستعلامات على مكالمة السيد المدير سعد البزاز، قالوا له كاظم الساهر دخل للإذاعة هسه قبل شوية، من يخرج راح نبلغه أنه ما يدخل بعد، أما عارف محسن تو دخل للاستعلامات ومنعناه من الدخول هسه. أنا قلت له أستاذ انطيهم فرصة، وجههم على الطريق الصحيح حتى لا يرجعون إلى ما كانوا عليه، نترجاك خليك سند إنه لا تكون ضد أي واحد من المطربين. قاطعنا وقال الخاطركم راح أمنعهم شهر واحد وبعدها أدز عليهم وأكلمهم بالموضوع نفسه، وهاي بالنسبة لهم جرة إذن لا أكثر ولا أقل. المهم انتهت المقابلة ونزلنا منه، وكان يرافقني بالنزول من عند المدير العام سعد البزاز، كان وياي جاسم الشيخلي عضو فرقة الإنشاد. واحنا نازلين شفنا قدامنا كاظم الساهر. قال لي زميلي جاسم الشيخلي، قال لي فؤاد راح أصدم الكاظم الساهر وأقول له أنت ممنوع تدخل الإذاعة والتلفزيون بعد، لأنه طردك أستاذ سعد البزاز. قلت له لا جاسم، لا تطلع منك ولا تقول له أي شيء. هنا كاظم الساهر رأسا قال لنا وين كنتوا؟ قلت له كنا يم السيد المدير العام سعد البزاز. هنا جاسم الشيخلي ما سكت، رأسا قال له يابا أنت مفصول من الإذاعة، ممنوع تدخلها بعد. كاظم الساهر قال له ليش يابا؟ جاسم الشيخلي قال له لأنه تغني على الحية. هنا كاظم الساهر صار عصبي كلش، قال والله وأغني حتى على العربيد، وخله وراح. بس قبل ما يروح التفت علي وقال لي فؤاد بعد هالشقة فارغة اللي منطقتكم؟ قلت له نعم موجودة، تعال لي حتى أخذك ووديك لصاحبة الشقة، شقة طابقين بها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. قال إن شاء الله أمر لك حتى تأخذني وتجي وياي. هنا جاسم قال له أنت بعد وين تشوف فؤاد؟ الإذاعة ومنعوك من دخولها. ما جاوب كاظم وخرج، ومن وراها بعد ما شفته. طبعا كان كاظم الساهر في ذلك الوقت في بداياته ما قادر انه يدفع ايجار شقة ب 150 دينار ويريد يستأجرها ب 100 دينار فقط.
المهم كاظم الساهر بعد ما شفته الا في التلفزيون بعد ما سجل اغنيته الثانيه، بعد ما غنى اغنيه تلدغ الحيه بيده يخاف من جره الحبل. هاي الاغنيه بالذات هي مثل شعبي على نطاق الدول العربيه وليس العراق فقط. انا شاهدت فيلم مصري من تمثيل نعيم عاكف وسعد عبد الوهاب، الفيلم عام 1948 من اخراج زوجها نعيمة عاكف المخرج حسين فوزي. الفيلم كان اول ظهور لسعد عبد الوهاب ونعيمة عاكف، وكان اسم الفيلم العيش والملح، ونجح الفيلم نجاح باهر. المهم هذا المثل كان يذكر في حوار بين نعيمة عاكف وعباس فارس. عمرت الشط على مودك وخليتك على راسي. المهم مثل ما قلت لكم كاظم الساهر ما شفته شخصيا بعد هذه المقابلة في الإذاعة والتلفزيون إلا عبر الشاشة في أغنية جديدة أضرب من الأولى. الأولى كانت تلدغ الحية بيده، الثانية عبرت الشط على مودك خليتك على راسي. طبعا للعلم هذه الأغنية بالأصل كانت تردد في المدائح النبوية، أغنية دينية أنا سامعها من مطربين قدامى صار أكثر من 60 عام. المهم يا جماعة رب ضارة نافعة، الطردة من الإذاعة لكاظم الساهر خلته يشتهر بهذا المجال، وأنا تنبأت له من أول أغنية كان كاظم لحنها هي عابر سبيل، عجبتني كلش، وقلت له خليك على هذا النفس من التلحين واصعد شوية بأذواق الناس نحو الأفضل. وبوقتها كاظم قال لي كم واحد ذواق مثل حضرتك فؤاد؟ قليلين، أنا غايتي أريد أشتهر، أريد أغني كم أغنية شعبية تشهرني وبعدها أغني قصائد. وفعلا مثل ما أراد تحقق، خلال ليلة ويوم أصبح الآن يلقب بالقيصر وسفير الأغنية إلى آخره. وين الله وين الله وتجينا وين الله. هذا بالنسبة لكاظم الساهر شق طريقة بهذا الشكل. أما بالنسبة إلى المطرب عارف محسين، عارف هجر الإذاعة والتلفزيون من بعد ما طرد سعد البزاز وهاجر إلى ليبيا، وبقى بيها فترة طويلة جدا أعتقد 10 سنوات، ومن رجع حب يزور فرقة الإنشاد اللي عاش بها فترة طويلة. بعد رجوعها سأل علي وجماعتي، قالوا له فؤاد عنده برنامج فوق، ما حالفني الحظ انه التقي بيه، وسمعت بعد شهر انه توفى الله يرحمه. الان نرجع للاستاذ سعد البزاز اللي انطاني الضوء الاخضر انه اشتغل بكل حرية، وسجلت 3 أغاني من اللي كانت على قيد التحضير من ضمن 100 أغنية اللي حكيت عنها قبل قليل، ومشت الأمور وانفتحت الأبواب على مصراعيها. أنهي وأمر وعين جماعة من الشارع يحبون الغناء، أخذهم للأستاذ داود القيسي وأطلب مساعدتهم للغناء. يوم الامتحان يشوف أصواتهم تنفع لو لا. بعد أن رجعت المياه إلى مجاريها بيني وبين داود القيسي بعد حلقة محمد عبد المحسن، صار ينفذ لي كل كبيرة وصغيرة، وأنا شرحت هذا الموضوع في حلقة محمد عبد المحسن. سمعنا بعد ذلك من أنه الأستاذ سعد البزاز هاجر إلى أمريكا وانضم إلى المعارضة. عام 1989 هجرت الإذاعة والتلفزيون واشتغلت خطاط في مسرحية من إنتاج الممثل الكبير عزيز كريم، كانت من إنتاجه وأشرك بها كل من الممثلين حاتم سلمان وعماد بدن وخلف ضيدان وفاتن فتحي وغيرهم. بقيت وياه أشتغل سنة كاملة بإجور شهرية، أكتب لافتات العمال يعلقوها على الجدران والحياطين وغيرها. بعد السنة دخلنا عام 1990 وهنا كان دخولنا للكويت وبدأ التهديد الأمريكي علينا، وأنا ردت أسافر بهاي الفترة إلى أبو ظبي، يعني ردت أسافر بذيك السنة بالذات. وبذيك الفترة أيضا دز علي العميد الموسيقار الأستاذ سالم عبد الكريم عازف العود، قال لي أريدك تدرس مادة السولفيج للصفوف الأربعة، الأول والثاني والثالث والرابع، لأنه أنا سمعت من الأستاذ كمال لطيف سالم أنه أنت تجيد كتابة السولفيج، يعني كتابة النوتة الموسيقية. قلت له أستاذ أنا بعد شهر أسافر دبي أبو ظبي، لأنه أقرباء الممثل الكوميدي عزيز كريم يحتاجون خطاط للأضوية الإعلانية، أنا أخط وهم يحولوها إلى إعلان ضوئي. قال وإذا ما سافرت؟ قلت له خلص أنا من نصيبك إذن. هذا الكلام عام 1990. بعد 15 يوم أغلقت المطارات ومنع السفر بكل أشكاله. رحت للعميد عازف العود الأستاذ سالم عبد الكريم، رحب بي، قال لي بعد انسى الإذاعة وأخبارها، لأنه سمعت من أحد الأخوان قالوا أنت محارب،
ضحكت على كلامه وقلت مع نفسي صدقت انني محارب فعلا. قال لي اشوفك ما مرتاح للشغله فؤاد. قلت له لا ابد، انا مرتاح كلش. وشفت هناك المدرسين، الاستاذ علي الامام عازف العود ايضا ترك الاذاعه ويعمل هناك كمدرس عملي على اله العود، والاستاذ محمد صالح ابو نشوان مدرس على اله الجوزه، واخرين من الاساتذه كل من في اختصاصه. وايضا شفت كاظم الساهر كان هنا يدرس وكان في الصف الرابع. فرحت اشد الفرح، فرحت لأن شفت نفس الجماعة اللي بالإذاعة والتلفزيون والآن يدرسون في معهد الموسيقى العراقية. المهم سلمني العميد أستاذ سالم عبد الكريم الصفوف الأربعة، وقال لي بعد أسبوع أسلمك كتاب السولفيج حتى تمشي عليه في تدريسك للصفوف الأربعة الأول والثاني والثالث والرابع. استمريت أدرس الصفوف الأربعة وبديت وياهم من الصفر، وهكذا مع الصفوف الباقية الأخرى. مر علي أسبوعين وطالبت بكتاب السولفيج للتدريس، قال لي أستاذ سالم والله نسيت صدق. وهكذا كل ما أطالبه بالكتاب يقول نسيت. قلت له بعد ما أيست من الكتاب، قلت له أنا راح أتصرف لوحدي، عندك اعتراض؟ قال لا 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 أبد، وخذ راحتك وأنا أزورك بين لحظة وأخرى وأشوف طريقتك بالتدريس. فعلا ما تركني لحظة واحدة إلا وأشوفه يمي بالصف، وهكذا في بقية الصفوف الأخرى. وبيوم من الأيام قال لي كاظم الساهر، قال لي يا فؤاد أنا شفت كل الطلاب والطالبات يحبوك ويحترموك ومرتاحين لك، أنا حزدك ابقى هنا، هذا هو بيتك الثاني والمعهد هو الأساس والله، وأحمد الله أنه أنت اجيت هنا. أريد أقول لك على السر. هذا منه كاظم الساهر ده يقول لي، قال لي راح أقول لك على السر خليه بيناتنا. أنا راح أسافر قريبا للخارج بدعوة من المسؤولين، راح أحيي حفلات بالخارج وأجي كل نهاية سنة أدخل الامتحان النهائي للعام الدراسي. فعلا نتفرغ لإحياء الحفلات كاظم الساهر، وبعد شهر من سفره بطلب من المسؤولين طلب الأستاذ سالم عبد الكريم حضور كل الأساتذة إلى غرفته حتى يقولهم أنه راح يجي الأستاذ منير بشير إلى المعهد المذكور اليوم الساعة 4 العصر، ويريد يجتمع مع الأساتذة جميعا ويحب يسمع كلامهم وآرائهم. أنا قلت للأستاذ علي الإمام وباسل الجراح، قلت لهم صدق راح يزورنا الأستاذ منير بشير؟ قالوا نعم ليش؟ قلت لهم أنتم تدرون أستاذ منير بشير إيش قد يكرهني وما يحب يشوفني؟ الأستاذ علي الإمام هنا قال ليش يكرهك؟ أنت متوهم ترى أستاذ منير بشير أطيب فنان وما عنده غلط مع واحد، أنت رايح بالغلط عيني فؤاد. قلت للأستاذ علي مو أنت نفسك قلت إنه منير بشير يكرهني، نسيت أبو محمد؟ ضحك أستاذ علي هنا قال لا راحت بوقتها وتصالحنا وانتهى الأمر. المهم حضر الأستاذ منير بشير وتفقد أحوال كل الأساتذة لأن كل المعاهد خاضعة إليه وبإشرافه أستاذ منير بشير الله يرحمه. وقبل أن ينهي الاجتماع قال أكو واحد عنده سؤال ودا يستحي؟ قالوا لا لا ما عندنا أي سؤال. قال لا أكو واحد بالأخير ما حكى أبدا، وأشار علي بإصبعه. قالوا له هذا فؤاد فتحي أستاذ. استغرب وقال شي يسوي جاي هنا؟ قال له العميد سالم عبد الكريم فؤاد فتحي هنا يدرس عندنا مدرس. فتح عينه قال مدرس؟ استغرب. قال له العميد سالم عبد الكريم نعم عندنا مدرس. قال له وش يدرس فؤاد فتحي؟ قال له سالم يدرس مادة السولفيج، وأشر لي حتى أوقف على رجلي. قال سبحان الله فؤاد فتحي منو قشمره وقال له تعال؟ العميد سالم عبد الكريم قال له أني كنا نحتاج إلى مدرس لهذه المادة، واستجاب لي ولبى طلبي، أمرني أنه أجلس وجلست، وقال يا أستاذ فؤاد فتحي أريد أقول شهادة بحقك والله شاهد على كلامي، أني مو خايف ولا مستحي. أنت يا أستاذ فؤاد ترى أني متابعك ومتبع أعمالك الغنائية كلها، أنت ملتزم ونظامي وإنسان محترم. أخاف تتصور أنه أنا أكرهك، لا لا أبدا، أنت اليوم في بيتك هذا، وش تريد تقول إحنا ننفذه، أنت شرفتنا وإلنا الشرف. بعدين وجه كلامه للعميد سالم عبد الكريم قال له ترى أستاذ فؤاد فتحي خزين مليان من كل شيء، أريدك تعصر عصر حتى يطلع كل اللي جواه. إحنا زادنا الشرف اليوم وأنت ويانا. وانتهى الاجتماع وتكررت أكثر من مرة ونفس الكلام الموجه إلي دائما، وانتهت السنة ومنطق الأستاذ سالم كتاب السولفيج. نرجع للفنان كاظم الساهر.
حضر في نهاية السنة للامتحان، ووصانا أستاذ سالم العميد بأنه نترك خانة درجات كاظم الساهر إليه، للعميد سالم هو يقوم بوضع الدرجات للأشهر كلها. الأستاذ باسل الجراح ما قبل، أصر أنه ينطي لكاظم الساهر 0 في كل الأشهر. العميد طلب من باسل الجراح أنه يترك الدرجات إليه، ولكن أستاذ باسل أصر على رسوبه. بس أستاذ سالم عبد الكريم مزق ورقة الامتحان وبدلها بأخرى، وهكذا مشت الأمور. عام 1993 انتقلت إلى مدرسة الموسيقى والباليه، ونفس المادة سولفيج، وكان العميد هنا هو ابن أخت الأستاذ منير بشير، والمعاون أستاذ عدنان صالح اللي يغني أغنية المشهورة كحل الياسمين عينه بالندى. كحل الياسمين وعينه بالندى. هنا في هذه الفترة العصيبة اشتد علينا الحصار، وشنت علينا أمريكا الحرب مع 30 دولة أجنبية أخرى، وارتفع سعر الغاز إلى أضعاف الأسعار، وصعد الغلاء وازدادت المآسي وازداد الظلم. العميد هشام ابن أخت الأستاذ منير بشير احتاج إلى قنينة غاز، ما تمكن أحد من تسليفه، أخذته وياي للبيت ونطيت قنينة غاز. كل هذا صار وأكثر بمجرد دخولنا دولة الكويت. أيام مضت ومستمرين في مذكراتنا، انتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء مع حلقة جديدة من مذكرات فؤاد فتحي. تقديم ومونتاج وليد حبوش.